هل حد هيجيب حق جمهور النادي الاهلي، ولا حق جمهور النادي الاهلي هيموت مع كل الحقوق اللي بتموت في الرياضة المصرية؟ هل من حق اي لعيب مهما كان اسمه انه يسب ويقصف جمهور النادي الاهلي؟ هل بيان الكابتن محمود الخطيب والشكوى اللي قدمها لرابطة الاندية كافية ان هي تجيب حق جمهور النادي الاهلي؟ هو ايه اللي حصل بالظبط عشان الناس كلها طالعه تطلب بحق جمهور النادي الاهلي؟ هقول لحضرتك. جمهور النادي الاهلي امبارح في مباراة الاهلي وبيراميدز، بعض من لعيبة النادي بيراميدز تطاولت على جمهور النادي الاهلي بعد ما النادي الاهلي ما قدر انه يحسب الموقعة بفوزه على بيراميدز بهدف دون مقابل وتأكد حصول النادي الاهلي على درع الدوري. لكن الناس اللي بتطالب بحق النادي الاهلي وجماهيره، طب يا ترى في حقوق تانية هنطالبها مع حق جمهور النادي الاهلي، ولا هو حق جمهور النادي الاهلي بس؟ يعني النادي الاهلي ما اساءش لحد والناس دي اللي اساءت ليه؟ يعني مروان حمدي لما اساء لجمهور النادي الاهلي وقال لفظ خارج كلنا بنرفضه ضد جمهور النادي الاهلي، هل جمهور النادي الاهلي ما اساءش في حق مروان حمدي؟ طب مين هيطالب بحق الشيبي؟ هل جمهور النادي الاهلي ما اساءش في الشيبي ووالدة الشيبي اللي قاعدة في المغرب؟ طيب الناس اللي طالعه وبتنزل بيانات وعماله تطالب بحق جمهور النادي الاهلي، يا ترى انتوا سيادتكم طلبتوا من جمهوركم انه ما يسيئش لحد؟ طب مين اللي هيجيب حق شيكابالا من جمهور النادي الاهلي اللي قاعد يتشتم منه على مدار اكتر من 22 سنة؟ ومين اللي هيجيب حق الشيبي اللي اتهان في المباراتين الاخيرتين من جمهور النادي الاهلي بألفاظ خارجة تمس الشرف والعرض والام والاب؟ طب مين اللي هيجيب حق مروان حمدي؟ ومين اللي هيجيب حق الاداريين في نادي بيراميدز؟ مين هيجيب حقوق الناس اللي جمهور النادي الاهلي ظلمهم زي محمود علاء اللي كان هيتبطل كوره بسبب جمهور النادي الاهلي؟ ليه حضرتك لما طالع تقول عيب ان لعيب يرد على جمهور النادي الاهلي ويقول الالفاظ الخارجه اللي هو قالها؟ وانا مع حضرتك والله ان ما ينفعش ان لعيب يقول لفظ خارج، لكن برضك ما ينفعش ان الجمهور بتذكره ب 50 جنيه ولا ب 200 جنيه يديله الحق انه يخش يسب في كل من شاء، انه يخش يغلط في العرض وفي الشرف، ان جمهور النادي الاهلي تديله الحق انه هو يغلط في الشيبي ولما الشيبي يرد يبقى الشيبي غلطان، يديله الحق انه هو يغلط في مروان حمدي ولما مروان حمدي يغلط يبقى مروان اللي غلطان، تديله الحق انه يشتم في شيكابالا ويخوض في شرفه وعرضه ولما شيكابالا يرد يبقى غلطان، تديله الحق انه يهين في محمود علاء ولما محمود علاء يرد يبقى هو اللي غلطان. يا باشا ان كنت حابب ان انت تصلح من الرياضة المصرية وتصلح من الاخلاق في الرياضة المصرية لازم تحاسب المخطئ. المخطئ كان جمهور النادي الاهلي حاسبه، المخطئ كان لعيب حاسبه، ايا من كان يخطئ في الرياضة المصرية لازم يكون في حساب. انما ان النادي الاهلي بيطالب بحق جمهوره ولن يسمح ان الموقف يعدي ويمر مرور الكرام مع اللي حصل مع جمهوره. انا مع ادارة النادي الاهلي ان هي تدافع عن حق جماهيرها، لكن برضو انا المفروض من ادارة النادي الاهلي كانت تطالب جماهيرها ان هي ما تغلطش في حد، ولا ايه؟ لحد هنا هسيب لك انت تحكم وتشوف بعينيك وتحكم عقلك وتسمع بودنك، وبعد كده تقرر هو ايه الصح وايه الغلط.